السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي، كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد علينا وعليكم على الأمة الإسلامية كلها. هعمل معاكم النهاردة وصفة حلوة جدا، تقدري تختاري منها أي حاجة تعمليها طبق لوحده، بس احنا هنعملها مجمعة في صينية واحدة. لو بتتابعوا القناة وأول مرة تشوفوا الفيديو ده، أنا دي قناتي على اليوتيوب، يسعدني جدا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، كمان لايك وشير للفيديو لو الفيديو يستاهل، وكمان ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة لو استفدتوا حاجة صغيرة من الفيديو. يلا بينا نبدأ الوصفة ونشوف المكونات وطريقة الخاصة في صينية السعادة، وكمان طريقة التحضير. يلا بينا. بصوا كده، ده شكل الصينية بتاعتنا. ايه الحاجات اللي فيها؟ اكتر من حاجة تقدري تستخدميها كوصفة لوحدها. فيها ممبار، فيها سجق، وفيها فشة، فيها طحال، فيها كبدة. طبعا مش بكميات، على قد ما هي الموضوع موضوع في الوصفة. تعالوا بقى اقول لكم دلوقتي ازاي انا بسلق الفشه، للناس اللي ما بتحبش الفشه وبتحس انها السليق بتاعها بيبقى زفر او ريحتها مش قد كده. الفشه بينزل معاها زور، تمام. وده كده الطحال، والطحال بيتنضف ليه تنظيف معينه، بنشيل الغشاء الرقيق ده من عليه، علشان برضو ده بيبقى سبب في الريم وعدم النظافه. تعالوا كده اقول لكم ازاي انا بشيل الغشاء اهو بالراحه من على الطحال. مهم جدا انه ما يتقطعش معاكي وانت بتعمليه، لان الطحال عباره عن تجمع من الدم. لو اتقطع معاكي وانت بتعملي هتبص تلاقيه الميه بتاعه السليق زفره، وهو نفسه ما بيستويش بسرعه، لان طول ما انت بتعملي، طول ما هو بيغلي على البوتاجاز، طول ما هو ايه، بيخرج منه دم. ده كده نضف. كمان الفشه نضفت. دي الميه اللي انا جهزتها للسلق: جزر، كبابه صيني، وكرفس، وبصل، وورقتين من اللوري. كمان هسلق الممبار، احط ورقتين لورو وحبهان. طبعا الممبار ما بيحتاجش منكهات او مطيبات كتير، لان هو بيبقى مغسول نظيف، وبيبقى فيه الخلطة بتاعته نفسها بيبقى طعمها حلو. لكن الحاجات اللي احنا سلقناها بتبقى محتاجة انها تاخد ريحة كويسة. كده الممبار قفل ودخل في سوا. درجة حرارته لازم تكون متوسطة، مش عالية قوي، عشان ما يفرقعش معاكي وهو على البوتاجاز. تسيبيه قد ايه؟ طبعا على حسب الرز عندك، بياخد ميه ولا ما بياخدش ميه، بيستوي في قد ايه، وطبعا اذا كان الممبار بتاعك كبير ولا صغير برضو بياخد قد ايه وقت. تعالوا بقى نتنقل للحاجه بعد ما اتسالت. دي الكبده. انا ممكن اعمل الصينيه دي بحاجات قليله جدا. ده ربع كيلو سجق وربع كيلو كبده. الكوبيبه ديت كانت موجوده عندي في الفريزر. الفشه نص كيلو، والطحال برضو حاجه بسيطه اللي كانت موجوده عندي. ومع ذلك بالحاجات دي كلها هنعمل الصينيه العبقريه اللي احنا شفناها في الاول. تعالوا نعمل تتبيله اساسيه لكل الحاجات اللي موجوده. الدهون اللي بتنزل دي اللي بتتباع مع الكبدة ومع الحاجات دي بنستغلها في التحميص. انا هنا دقيت الثوم مع الفلفل الحامي، وحطيت هريسة اللي هي الحلوة. الهريسة الحلوة ديت بنستخدمها للكبدة، وهستخدمها للطحال، وهستخدمها كمان للسجق، مع شوية اضافات. للكبدة حطيت معلقتين 3 زيت او سمنة على حسب ما بتفضلي، وبشوح فيهم الكبدة كده، وبعدين نزلت عليهم بالثوم اللي احنا عملناه. طبعا الثوم ده واخد ملح، واخد كزبرة، وواخد فلفل اسود، بس مش اكتر من كده. تعالوا بقى نعمل الفشة. طبعا الفشة بعد ما اتسلقت بقت حاجة تانية خالص، هي والزور. طبعا ما نقدرش نستغنى عن الفشه، اصل الحاج صاحب البيت بيحبها قوي. هاخد معلقه من الثوم اللي عليه الدبس الفلفله، وعليه الفلفل الحامي والتوابل، وبرده هعمل تشويحه بسيطه ليها كده، وكده تبقى جاهزه معانا الفشه. زودت عليها حاجه بسيطه بس عن الكبده، اللي هي بهارات ال7 حبات، وتتحمر كويس جدا. ودي احسن طريقه ممكن تاكلي بيها الفش. الطحال بقى لازم يدخل له بصل يا جماعه. الطحال الحاجه الوحيده اللي لما بتحط لها بصل بتديها تيست عالي وريحه حلوه قوي.
طب الناس اللي ما كلتش طحال قبل كده، الطحال شبيه بالكبده، برضو بياخد بهارات السبع حبات علشان هو بيبقى طعم محتاج ان هو يطعم بتطعيمات، فبنحط له التوابل اللي تديله تظهر الطعم بتاعه. برضو معلقه من التتبيله اللي احنا عملناها، التوم بالفلفل الحامي بدبس الفلفله الاحمر، وقلبي كويس قوي كده اهو لحد ما يتشوح معاكي وتحسي ان ريحه التوم طلعت بالبصل اللي موجود، وكمان الطحال اخد منها. السجق من الحاجات اللي احنا عملناها اكتر من مره في قلب البيت علشان يبقى نظيف وصحي، ولو عايزين طريقته هحطوها لكم في الفيديو اللي بعد كده. بياخد بابريكا، ما بياخدش اي حاجه تانية. وكده احنا خلصنا شويه الرز اللي انا عملتهم دول، تقدري تعمليهم انت بمنتهى البساطه، وفي اكتر من وصفه رز على القناه. بعد ما حمرت الممبار هبتدي ارصه على الرز. طب ايه اللي ممكن، في ناس كتير جدا تسألني ايه اللي ممكن تعمليه جنب الاكلة دي؟ انا شخصيا كمرمر عملت سلطة دقوس او صلصة دقوس، وعملت سلطة طحينة. تمام. انت ممكن تعملي دول، ممكن تعملي سلطة بطاطس بالمايونيز، ممكن تعملي سلطة بنجر، شوية مخلل بقى حلوين كده والدنيا تبقى موجودة معاكي تمام. اللي بيحب الرز هياكل من الرز، واللي ما بيحبش الرز في الحاجات التانية تقدر تتاكل بالعيش، طعمها في منتهى الجمال. عملنا النهارده الصينيه بالمكونات بسيطه، وانا بقول بسيطه لان احنا جايبين كميه قليله من كل حاجه. دي الكبده بتاعتنا، ودي الفشه، هحط كمان الطحال، وهحط السجق والكبيبه بتاعتي. وده كده كان شكل الصينيه في الاخر، صينيه العيد. حاجة بسيطة وسهلة جدا. كل سنة وانتم طيبين. لو استفدتوا اي حاجة بسيطة من الفيديو ما تنسوش تكتبوا لي دعوة كويسة. عيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها. أشوفكم بخير في وصفة جديدة إن شاء الله. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ، كوين أوف ذا كيتشن. باي باي.